السلام عليكم. اليوم احنا وياكم من مطبخ صهيب بحلقة جديدة ان شاء الله. واليوم ان شاء الله بلش لكم بالمقادير. طبعا اليوم راح نسوي كرات جوز الهند، هي كلش بسيطة وسهلة. نبدأ بالمقادير. هنا عندي كوبين جوز مبروش، نص كوب سكر، ظرف واحد فانيلا او حتى اقل، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح صغيرة، ومكسرات طبعا هاي اللي يريد يخليها او ما يخليها. وهنا عندي بيضتين، وهاي مقدار من جوز المبروش. طبعا هذا بالنهاية هاي بدون مقدار، انتو قد ما تريد تخلون على قد الكفاية اللي راح تكفيكم هنا. وطريقتها سهلة وسريعة وما تاخذ وقت ولا تحتاج خلاط كهربائي ولا غيره. نبدي بها ان شاء الله. بالبداية هنا راح اخلي بياض البيض، هاي مثل ما قلت لكم هنا عندنا بيضتين. اخفقه شوية. طبعا قلنا بالايد ما يحتاج خلاط، واللي يريد يسويها بالخلاط لانه على مود السرعة عادي. بس احنا شنو هنا ما محتاجين انه احنا نخلي هنا بياض البيض انه هو يغير اللون، ما محتاجين نغير اللون. بس صار هيك لونه، هذا كلش كافي. هسه راح اضيف عليه رشة الملح، رشة صغيرة طبعا، وظرف فانيلا، لازم نخلي فانيلا ويا البيض. وهنا عندنا بيكنج باودر، ونص كوب سكر مثل ما قلت لكم بالبداية. وصفة كلش سهلة وبسيطة وسهلة، ما تحتاج حتى وقت بالفرن. يعني بالفرن اصلا ما تحتاج اكثر من 10 دقائق او ربع ساعة. هنا طبعا بلشنا نخلط السكر ويا البيكنج باودر، هنا عندي، والفانيلا باعوا بس بدأ يغير اللون، شي بسيط طبعا كلش. هاي كفينا. هسه راح اخلي جوز المبروش الموجود عندي كليته، ضفتها فوقها بس اقل تقليبتين 3 مو اكثر. راح اخلي عاد اسوي بيه كرات واخليها بالقالب واشويها بالفرن وينتهي الموضوع. مسألة كلش سهلة. هسه ان شاء الله راح اكورها واشوفكم شكلها شلون يصير. هسه هاي هنا باع شكلها شلون صار. شكلها كأنه ما فد شي مفرول، بس هي بسيطة. هنا بس راح تبدون تشتغلوها. هاي تسووها كرة، طبعا الكرات على حسب الحجم اللي انتو تريدوه. اي نوع مكسرات تحب تخلون عليها. احنا هنا راح نخليه بندق، وانتو كيفكم بعد جوز لوز اي شيء انتو تحبوه. واللي ما يريد يخليها همله يخلي، شغله كلش عاديه وسهله. بعد ما تكوروها هيك. وهسه خلينا بداخلها بندق. هنا راح ارجع مره ثانيه على الجوز مبروش، تحركوها بيها مرتين 3 ونخليها بالقالب هنا قدامكم، ونوديها قبل للفرن. هسه راح اكمل المجموعه كلها واشوفكم شكلها شرح. وهسه هذا صار شكلها بعد ما كملتها وكورتها. هسه راح اوديها للفرن، وما تاخذ اكثر من 10 دقائق بالفرن، وبس اشويها واكملها. راح اشوفكم شكلها بالنهايه شلون راح يصير. ونسيت اقول لكم انه كل كوب من الجوز مبروش ياخذ بيضه واحده بس، واحيانا ياخذ اكثر اذا كانت البيضه اصغر، بس هي بكل الحالات ياخذ بيضه واحده. هسه راح اشويها وبعد 10 دقائق راح اشوفكم شكلها شو راح يصير بالنهايه. وهسه هذا شكلها بعد ما طلعناها من الفرن وصارت جاهزه. بعد هذا شكلها. وهسه راح اخليها بصحن التقديم وارجع اشوفكم شكلها شو راح يطلع بالنهايه. طبعا ما احكي لكم عن الريحه والطعم، هاي طبعا من تجربوها راح انتم تقولوا لي رايكم. واتمنى من الكل يدخل على اليوتيوب ويسوي لي لايك ومشاركه، واكون ممنونه من عندكم. وهسه هذا شكلها صار بعد ما حطيناها بصحن التقديم. وما احكي لكم طبعا على الطعم اللي صار بيها والريحه اللي صارت بكل البيت، وبعد شكلها شلون صار. بس نسيت اقول لكم ملاحظه، انه انتم تخلوها على الفرن، تخلوها على درجه 170 يعني اقل من الكيكه، وبظرف اقل من 10 دقائق، 7 دقائق، 8 دقائق، 10 دقائق، حسب الفرن اللي موجود مالتكم. وان شاء الله الف عافيه عليكم، واتمنى من الكل يجربها.